أول ما تشوفوني صاحي وبفتح بالشبابيك اعرفوا إنه وراي يوم متعب وطويل جدا. صحينا على قنابل الإنارة ويا هلا والله، معكم مرام مزيزو في غزة. صحينا نرتب خيمتنا، بلشنا يومنا بالتنظيف وبالترتيب والنشاط. يسعد صباحكم يا رب بكل خير وبركة وإيمان. وفي الخيم علشان تبدأ يومك صح دايما لازم تشمسها وتنظفها وتكنس قد ما تقدر، تبعد الرمل عن خيمتك. صبحت أنظف وأرتب من مطرح قعدتنا امبارح. زي ما انتم شايفين حياة الخيم متعبة جدا فوق ما بتتصوروا، بتحسوها أضعاف شغل البيت. ما بتلحقوا عليها تنظيف من رمل، حتى لما يكون عندكم أطفال يا عيني بتلموا ألعاب من هان ورق من هان وما بتلحقوا تكنيس رمل. عن جد الله يعيننا في حياة الخيام، والحمد لله دائما وأبدا نظفنا خيمتنا وعطرناها. ولأنه ما بلاحق تنظيف على الخيام قلت لازم أقرأ جزء قرآن أحسن لي، لأن الشغل ما بيخلص والعمر بيخلص. وفجأة إجا عبالي أغلب حالي وأعمل حالة سهل وبسيط. أخذت طريقته من ChatGPT وعن جد طلع خيال. بنات كلكم جربوه، عن جد سهل جدا وخيال طعمه. خلصت جلياتي البسيطة. شوفوا ما شاء الله الجو بجنن وقت الأدعية. وهذا إفطارنا الحمد لله كان من أهل الخير، الله يجزاهم يا رب كل الخير. الحمد لله صحة وعافية على قلوبنا، ربنا يا رب يتقبل منا. وساعة القهوة المنتظرة مع الحلا الطيب تبعنا عن جد ما أوصف لكم، بتشهي جربوها كلكم. ويلا على صلاة التراويح تجهزنا وصلينا الحمد لله. أحلى روتين. وبعد هيك كاسة نسكافيه مع بنت عمي. وما تنسوا تحطوا لايك واشتراك وسلام. بحبكم كتير.